ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. العيال قالوا لي اعملي لنا بقى فراخ مقرمشه زي ما انت بتعمليها هناك الكنتاكي دي. العيال كلها بقى متجمعين الصغيرين، وقالوا ايه ولاد وولاد اختي وما اعرفش ايه، وقالوا اعملها لنا. قلت لهم ماشي. جبنا كده الفراخ. صراحه كانت ماما لسه اصلا ذابحه فراخ، كانت مربيه شويه فراخ كده وذبحاهم في ايه. حاولت يعني ايه انقي اللي هو ايه الاصغر فيهم، اللي لسه مثلا ما جاش ال 2 كيلو. هي الفراخ دي بتحب يبقى ايه، كيلو ونص، 2 الا ربع مثلا، ما تكتريش بقى، ما تبقاش كتير بقى، خصوصا لو انت مش هتسلقيها. انما انا كده كده بسلقها. انا كده كده بسلقها. انا جربت اعملها مره اللي هي مش مسلوقه دي، وبيتها في التتبيله من بالليل. بتيجي بقى تقليها مثلا تاني يوم، بتبقى عايزه مثلا حله تقلي فيها، وبتغيب معاكي قوي في القليه. يعني انت بتسيبها الاول تاخد لون كده، وبعدين بتقوم موطيه لها بقى النار على ما تستوي من جوه، فبتغيب بقى معاكي في القليه. بتحس اصلا ان لون الكفر بقى اغمق وكده. فانت الاحسن والاضمن ليكي وللعيال انك تبقي سلقاه. انا بسلقها صراحه، يعني يعتبر سلقه كامله. حطيت ميه مغليه، كنت انا غاسله الفراخ ومصفياها. ده رز ايه، هحطه في الفرن. حطيت شويه زيت وشويه، ما هقول لك على الفراخ دلوقتي. حطيت عليه شويه زيت وشويه ملح بس، اقلبه فيها. واحط عليه اللبن والميه بتاعته. احنا كنا متفقين اللبن الرز اللي احنا بنعمله في الفرن ده، لو اول مره لسه بتعمليه، لو انت حاطه 5 مجات رز، هتحطي 5 مجات لبن واتنين ونص ميه. لو انت لسه بتعملي ما بتعرفيش تعملي ايه غير لما تعيري. وبعدين احنا كده كنا حاطين الملح والزيت في الاول، وحطينا بقى اللبن والميه. هنا بقى ماما لما بيستوي خالص بتقوم مفتحه كده بالمعلقه فتحات صغيره، وحاطه له السمنه. انا لا، انا لما باجي اعمله بحط السمنه كمان في اللبانه، يعني بحط كله على النار، اللبن مع الميه مع الملح مع السمنه مع الزيت، بحط كل حاجه على على النار. وبعدين ايه، اسقي بيه كله مره واحده. لا، هي بتحط اللبن والميه الاول والزيت وكده، وفي الاخر لما يستوي بيتشرب كده خلاص بقى حلو وعمل الوش بتاعه بقى جميل، تحط بقى الايه السمنه بتاعته. هنيجي هنا بقى نعمل الخلطه بتاعه الفراخ اللي احنا سلقناها. انا جبت طبقين فيهم دقيق ناشفين، يعني الاتنين اللي هناك ده دقيق وده دقيق. اللي انا بحطه دلوقتي ده نشا. احط معلقتين هنا نشا ومعلقتين هنا نشا، واحط هنا شويه بيكنج باودر، وفي الاخر برضو شويه بيكنج باودر. يبقى احنا كده الطبقين عندنا دقيق عادي، كل دقيق عادي، هنا دقيق وهنا دقيق، هنا نشا وهنا نشا، هنا بيكنج باودر وهنا بيكنج باودر. والتوابل بقى اللي انت بتفضليها، انت ممكن تحط البهارات بتاعه البروست بس. لو انت عندك، مش عندك بقى تحط التوابل اللي عندك، اي توابل بقى انت بتفضليها واي نكهه. يعني لو انت عندك كل التوابل كده، ممكن هتحط مثلا ملح، فلفل، حط بابريكا، حط توم باودر، بصل باودر. هي الفراخ دي بتحب تبقى منكهه، يعني بيحب يبقى فيها ريحه التوابل ظاهره زي ما انت بتشتريها بقى، زي ما العيال بيشتروها، عشان ما يحسوش ان في حاجه ايه مختلفه. لو انت عندك بقى البهارات بتاعه البروست دي، هتديك كمان الطعم قريب جدا من اللي انت بتشتريه. مش عندك بقى تحط بقى ايه زي ما احنا بنحط كده، وحطي قرفه. لو عندك حبهان ورق لورا مطحونين حطي. كل بص انواع التوابل اللي عندك اللي انت بتحبي ريحتها وبتفضليها، الكركم والكاري والحاجات ده اللي انا بحطه، ده بودره زعفران. اي توابل عشان تخليها لونها اصفر شبه اللي انت بتشتريها. فانت في حاجات كده معينه لازم يبقى فيها توابل كتير، بهارات كتير، لازم تبقى ريحه البهارات باينه فيها. وفي اكلات معينه مثلا شفت لما نيجي مثلا نعمل نقول ايه، خلاص هنحط عليها ملح وفلفل بس النهارده، مش عايزين احنا بهارات في حاجات كده، مبقاش عايزه الافتكاسات دي. انما الحاجات دي عشان العيال بيشتروها من بره وعارفين ان هي بنفس الطعم ده، فانت بتحاول تحط بقى ايه بهارات عشان تقربي لهم الطعم. فطبعا بعمل اللي انا حاطه، انا كده حطيت في الطبقين نفس الكلام، دقيق ونشا وبيكنج باودر، والبهارات قلنا اللي انت بتحبيها. واحد فيهم بقى احط له ميه، بص اصفرت على طول كده من بودرة الزعفران. واحد هحط له ميه يبقى القوام، تحط فيها الحته بتاعه الفرخه. تشيل معاكي، بس تشيل معاك ايه، ما تبقاش عامله لك كتله كده تحت الكفر، او ان هي تبقى خفيفه قوي. بص انت هتخليها وسط وهتعرفيها من الحته اللي انت بتحطي. بص انا بقول لك، انا يعتبر شايله من الفراخ الجلد، الحته الاخيره بس اللي في الدبوس ده مثلا انا سايباها. في حته مش هعرف اشيلها مثلا من الصدر فسايباها. انما الاساس يعني الاكتريه، يعني انا شايله بتاع 80% او اكتر من الجلد. الجلد بيعمل طبقه مقرمشه اكتر. يعني بصي انا جيت احطها، جيت انا شايلها تاني. الجلد بيعمل، لان العيال بيحبوا ياكلوها كده ببقهم، فمش يعني ما بيبقوش يعني مش عايزين حته الجلده دي. فخلاص انا شلتها، فكده مش هتعمل حته القرمشه اكتر زي اللي انت بتشتريها. طبعا انت بتشتريها مش هيشيلوا لك الجلد، يعني مش بيبصوا على صحتك ولا بيدوروا على الحاجات دي. هما كل اللي بيفرق معاهم شكلها عامل ازاي، طبقه القرمشه الكريسبي من بره عامله ازاي. فالطبقه دي انا بعرفك، لو انت عادي بتستطعميه وبتاكليه عادي وهو مقرمش سيبيها. فانا بقول لك ان الطبقه ديت بتخلي الكفر والقرمشه معاكي منحكشه بالظبط زي اللي انت بتشتريها. عايزه بقى انت مش مشكله القرمشه، مش القرمشه اقل، هي تبقى مقرمشه بس مش الطبقه المنحكشه قوي،
اللي انت بتشتريها، شيل الجلد. لو انت عارفه بقى، انت بقى بتبقى عارفه انتوا بتحبوا ايه، الولاد بيفضلوا ايه، بياكلوها ازاي، ما اعرفش ايه. انا بقول لك انت لو عايزه تحطيها مرتين في التتبيله دي حطيها، مش عايزه عادي، هي يعني هي الوسط انك تحطها مره واحده. انت بقى بتحبي طبقه الكفر اكتر، الطبقه الخارجيه دي اكتر، هتحطيها يعني انت بعد ما حطيتها في الطبقه اللي هناك اللي هي سايله دي، ورجعت حطيتها هنا في الدقيق، بعد ما تعمليها كده بايديك انت مش هتتك عليها، احنا متفقين خلاص في الاستريبس والفراخ المقرمشه دي ما بنتكاش بايدينا، احنا باطراف صوابعنا كده وبنخبطها بس كده ببعضها. بقول لك بقى انت بقى عايزاها مقرمشه اكتر، هتدخليها بقى هناك كده في السايله، في الطبق السائل ده، وترجعيه على الدقيق الناشف عادي، وبرده بطراطيف صوابعك كده وتخبطيهم في بعض. تعملي بقى كل الكميه بالطريقه دي. انت بتخافي لا تفك منك في الزيت، دخليها التلاجة شويه او الفريزر شويه. هتحط بقى طبقه زيت، المفروض تبقى اكتر من دي شويه، طبقه زيت بس عشان انا عندي الطاسه واسعه، فهي اكتر من ازازه، بس هي مش باينه لان الطاسه اصلا واسعه. فانت يستحسن زي ما انا عندي في البيت كده، انا عندي الطاسه اللي انا بقلي فيها الحاجات دي صغيره شويه. شوف بقى انا كنت بعمل ايه، بجيب كده بالمعلقه احطها على وشها بحيث تبقى كلها متغلفه بالزيت من اولها. لما بتنزل كلها في الزيت بتبقى كلها مقرمشه مع بعضها مره واحده، ما بيبقاش يعني النوع ده من الفراخ المقرمش ده او الاستريبس او اي حاجه عايزاها تقرمش معاكي، يستحسن تبقى نازله كلها في ايه، في طبقه الزيت. عشان كده بقول لك الفراخ اللي احنا بنبقى متبلينها من بالليل عشان مش هتسلقيها، انت بتبقي متبلاها مثلا في لبن قريب من بالليل او لبن حليب اللي بتفضليه، ومجموعه البهارات اللي انت بتحبيها برضو، دي بتبقى التتبيله. وبتبيتها بقى من قبلها بليل، بتقعدي تفتحيها شويه كده عشان خاطر تبقى ايه، تطرى معاكي. ولازم تبيتها من قبلها بليل، ما ينفعش زي التتبيلات اللي ساعات بنبقى مستعجلين عليها ونقول خلاص ساعه ونشوي الحاجه او كده، لا. دي بالذات لا، لو انت تعمليها مش مسلوقه هتتبليها من بالليل، هتتبليها من بالليل تكون مثلا هتاكلي تاني يوم العصر ولا حاجه، فتكون خدت ايه, اكتر من 12 ساعه، تكون خدت اكتر من 12 ساعه من التتبيله، ليله كامله بتبقى حلوه. هما في المطاعم بيتبلوها كذا ليلة على فكرة، بتبقى سن في وبعدين بيبقوا متبلينها كذا يوم في التلاجة، وقبلها كمان بيكونوا مدخلينها في الفريزر بتاعهم، عندهم درجة التبريد بتودي لحتة سوا شوية، عندهم درجة التبريد عالية قوي، فبتديكي سنة سوا كمان. هما بيبقوا مطلعينها من الفريزر زي كأنك سلقة الحاجة نص سلقة، هما عندهم درجة التبريد بتاعتهم كده، ويتبلوها مثلا يومين كمان في التلاجة، ويطلعوا بقى ايه، يقلوا بالطلب زي ما انت بتروحي كده الحاجة بتجيلك سخنة معرفش، خلاص بيطلعوا من التتبيلة يقلوا والحوارات دي. فانت عايزه تعملي بتتبيله بس وما تسلقيش زي ما انت بتشتريها من بره، بيتها من قبلها بليله وهتقلي بقى في حله، تبقى حله ضيقه شويه عشان خاطر تبقى الزيت فيها كتير والحته تنزل فيها لحد يعني تبقى كلها متغطيه بالزيت. هتسيبها في الاول على نار عاليه لحد ما تاخد معاكي لون كده، وبعدين توطي بقى النار عشان تستوي معاكي، لازم توطي لها النار وتغطي الحله، هتغطي الحله عشان الحاجه تستوي معاكي. فانت بقى عايزه تريحي نفسك من ده كله هتعملي زينا. شو بقى بقول لك، الطبقه اللي هي اللي مش منحكشه قوي قوي دي، عشان انا شايله كفرات، عشان انا شايله معظم الجلد. الفراخ ده احنا كنا بنسلقها في الاول، انا كنت حاطه لها كنت خلاص غسلتها وحطيتيها في محلول النقع بتاعها اللي هو ملح وسكر ورق لورا شويه قرفه، سبتهم في الميه دي شويه، وبعدين ايه وتغسليها وتصفيها. وبعدين بقى خلاص حطيت ميه بتغلي وفيها ورق لورا بقى، حبهان، طماطم، بصل، اللي انت بتحبيه، وتنزلي بقى في الفراخ. انا وريتك كيس الطماطم اللي نزلت بيه عشان العيال بيحبوا الايه، الشوربه حمرا زي ما قلت لك. وعملنا الرز اهوت وبطاطس مقليه، وانت لو عندك كاتشب حطي، عندك الحاجات دي بقى بالف هنا وشفا، غيري للعيال وجددي عشان يحبوا الايه، الحاجه.